وهلأ خلينا نرجع لحضن الوطن ونرجع لسوريا. في برنامج طلع بخلقتي والله وكيلكم مالي قاصد دور عليه ولا لي قاصد بحبش عليه، بس بلحظة حنين عابرة فتحنا على هالفضائية لنشوف شو عم بيصير بهالبلد ونحس بشوية حنين. لفت نظري طبيعة الأسئلة اللي عم تنطرح. برنامج خبز وملح، هذا البرنامج كان يطلع على الفضائية برمضان، الغاية منه التواصل مع هالعساكر اللي واقفين على هالحواجز. طبعا هذا البرنامج لا يمت بالسرية العسكرية بأي صلة. هي السرية العسكرية ايه اللي صرعونا فيها كل عمرنا، منطقة عسكرية يمنع الاقتراب والتصوير، او اذا شافوك عم بتصور بحاصروك جويا وبريا وبحريا وما بعرف شو ممكن يصير. لا، انت هون بس تشوف هذا البرنامج بتتعرف على الحاجز، بتتعرف على بأنه نقطة متواجدين، بتتعرف على العساكر الموجودين على الحاجز وكل حدا شو مهمته. يعني أخي المواطن من آخره، إذا أنت حابب تهرب ورود ورياحين وأرز بصير فينك تهربهم بكل سهولة. اتفضلوا خلينا نشوف طبيعة الأسئلة بهالبرنامج والفحوى تبع البرنامج. تفضلوا. يعطيك العافية، رمضان كريم. كيف الوضع هون على الحاجز وتعامل الشباب؟ والله بألف خير، هاي جيدة للشباب. والوضع هون على الحاجز دائما بتمر؟ لا الشباب والله كل يوم. كيف الشباب معك؟ والله إذا بدك تحكي لنا شيء عنه نحكيه. قسما بالله ما في مثل زيد هالشباب على الحاجز تبعنا. احكي بالله عليك، تحكي أمانة الله عليك إنك تجاوب وتحكي وما تخاف من أي شيء، وتقول له إذا في شيء عم بيضايقك. لا تشوفه هيك مذيع وكيوت، ولا بيطلع معه كتير، وخاصة إنه نازل لابس البدلة العسكرية. إنه عم تسأل المواطن إذا الحكومة مضايقته، وعلى التلفزيون وقدام الحكومة وبحضورها. أي يقبرني دينك أنت التاني، يقبرني اللي خلقك على هالفلهوية. أي والله ولا لواء ونازل كبسي على هالحاجز. يعني سيادة اللواء، لو طلع لك واحد حشاش والله غضب عليه وزلق وقال لك والله الحاجز تعب لي نفسيتي، أخي نفسيتي تعبانة من الحاجز أنا، شو بدك تعمل؟ كيف بدك تعالج له نفسيته للحشاش؟ يمكن أنا واثق بأرضه بتقيمه للحاجز، كله بتقيمه. ما هيك؟ رمضان كريم، كل عام وانت بخير. كيف هون مبسوط بقرى الأسد؟ الحمد لله تمام؟ والشباب هون تعاملهم معك، ما بتعطيهم هويتك ولا بعدك ما طلعت الهوية؟ ايه عادي يعني سألوا الولد عن الشباب اذا عم بيضايقوه، وزدت له نكته هيك سألوا على هويته. انا ما عندي مشكله، يعني ذكرني برفيق الوالد هذا خفيف الظل، حتى رفقات ابهاتكم يعني كمان نفس الشيء كانوا تبع هذا اللي بيجي بيسألك انت وصغير انت شو اسمك اليوم؟ طب امبارح شو اسمك؟ طب بكره شو اسمك؟ انت بطل ولا بصل؟ بتحب الماما ولا البابا؟ كسلان ولا شاطر؟ عادي كمل سيادة اللواء، كمل، نحن اسفين على المقاطعة، كمل. بدك تطلعها. يلا هي فترة وبتكبر وبتصير عندك هوية بتمر فيها. عفوا، بتكبر وبتطلع هوية وبتمرق فيها على الحاجز؟ يعني بفهم من سعادتك وسيادتك انه لسه شي 10 سنين بننطره ليطلع هويته وحيكون في حواجز بعد 10 سنين؟ يعني كتر خيرك على هالتفاؤل، والله فضلت على الشعب وفضلت على اهل الشعب. كتر خيرك سيادة اللواء. شفتوا ما قلت لكم لسه احنا ازمتنا بدنا 10 سنين، تنبأ فيها العينتين الازمه وحيكبروا الولاد وحيعطيها هويه بعد 10 سنين وحيمرق على الحاجز. لما تمر لهون كيف تكون الاجراءات؟ سهله ولا صعبه؟ سهله كتير بتسهلين الشباب كتير. متساهلين؟ وهون يا عزيزي المواطن سلخهم للشباب برغي أرض جاب أجلهم. متساهلين، لا والمخرج خلاها كماني، بس سيادة اللواء يعني حاول جاهدا انه يرتيها. بس في تدقيق، يعني في تدقيق. ايه حقنا هذول حاجز جيش بده يدقق شوي البضاعه لوين وما لوين. ايه يعني متساهلين هن، بس كمان في تدقيق، متساهلين وفي تدقيق. عادي بيجتمعوا مع بعض، خلص شو بكون انتو التانيين كمان. بتحمل بضايع ولا ركاب؟ والله انا بشتغل بالحليب. شوف عزيزي، انت معك حق تخربط بين صندوق الكرتون او البضائع والمواطنين. اي اصلا المواطن هالايام صاير شبه الصندوق.
بس في فرق يعني، وفرق كتير صعب على فكرة، يعني ما حدا بيقدر يلاحظه. هو المواطن له رجلين والصندوق ما له رجلين، عادي يعني معك حق تخربط. يلا المواطن اللي بعده، اعطونا المواطن اللي بعده لو سمحتوا. وكلها فواتير نظاميه وتمام. كيف تعامل الشباب معكم؟ عزيزي اللواء المذيع، الفواتير نظامية ما مزورة، تهريب ما في، والشباب عال العال، والأمور كلها تحت السيطرة. لا تقلق أيها اللقلق. المواطن اللي بعده لو سمحتوا. ركزوا لي هلا الله يرضى عليكم كيف سيادة المذيع اللواء بيسلخوا لعزيزي المواطن سؤال وفورا بيسلخوا بعدها المعايدة وبتنتهي المقابلة ولا من شاف ولا من دري. وبرمضان ما بصير في عجقه اكثر؟ كل عام وانت بخير ورمضان كريم. وبرمضان ما بصير في عجقه اكثر؟ كل عام وانت بخير ورمضان كريم. سالمين والله يحمي الوطن وقائد الوطن. يعطيك العافيه. الله يسلمك. سألوا السؤال وبعدها عايدوا، المواطن تلبك وفات بحاله وفات ببعضه، على شو بده يجاوب على سؤاله ولا يرد المعايدة؟ لقى المعايدة أقرب له رد عليه. طمنا ان شاء الله برمضان ما في عجقة على الحاجز، ان شاء الله بالمناسبة كل عام وانت بخير وبينعاد عليك. ايه وانت بخير اخي. يلا خلاص ما عاد بدنا الجواب، الله معك. باي 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 عزيزي المواطن، بلاش جواب. باي روح باي. امورك تمام؟ يلا كسبنا نعايدك. شكرا. الله يحميك. الله يسلمك. امورك تمام؟ يلا كسبناك حبيب، ما في داعي تجاوب ولا في داعي تجاوبه لسيادة اللواء، اتركه يجاوبك. ولك مو سألته اذا اموره تمام ولا لا. بركي يا اخي بده اجازة، بركي بده مغادرة خميس وجمعة، كنت اعطيته هالاجازة هي وتحننت عليه. الله يصلحك انت الثاني. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كريم وانت بخير. انتم دائما من اهل هي المنطقة انتم دائما من اهل هي المنطقة ايوه انتبهتوا على السؤال؟ انتو دائما من اهل هي المنطقة؟ لا عزيزي، هن 3 ايام بالاسبوع اهل هي المنطقة وباقي ايام الاسبوع بيكونوا اهل منطقة تانية، يعني عرفت كيف؟ بتعرف بمين ذكرتني بهالسؤال تبع دائما؟ برفيقتك المحروسة. اهلا وسهلا فيك. دوما تتسوقي من مقاسيون. شو قلتي؟ دوما تتسوقي من مقاسيون. دوما قصدك دايما. بدك تحكي انت بالعامية والفصحى مع بعض، طلعت معك هالتركيبة هي. انت دائما هيك ولا بس برمضان؟ دوما هيك برمضان انت؟ انا نفسي افهم شو قصتكم مع دائما، شو قصتكم مع هالمصطلح؟ يعني ليش دائما عم تستخدموا الاولويز؟ ليش دائما اولويز عم تستخدموها؟ رفقاتي ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم. بدي منكم شيء اهم من الشير واهم من اللايك ومن هالقصص. إذا في تعليق إيجابي حابين تكتبوه فلا تترددوا، يا ريت تكتبوا لي إياه لأن هذا الشيء كتير بيسعدني. بالنهاية بتمنى لكم كل الخير وكل الحب ومحبتي إلكم دائما. باي. صندوق الكرتون له رجلين؟ لا بالعكس، شو له رجلين؟ الصندوق ما له رجلين، المواطن له رجلين. مو ولا حتى المواطن ما له رجلين. يلا معي ما في مشكلة.